تعرف تبعت كام بقى منهم مصر؟ مثلا ممكن انا لو شغال على طول وقبضي حلو على طول ممكن ابعت لي بتاع حوالي 900 جنيه 700 جنيه تعرف توفر المبلغ ده؟ بالعافيه، وابقى قارص على نفسي عشان خاطر اللي في البلد. انت بتصرف كام في اليوم هنا؟ يعني لو من غير مصاريف من غير اي حاجه ده حوالي كل يوم 25 جنيه 30 جنيه مثلا، هي علبه سجاير. حدود مثلا بتصرف من 25 ل 30 يورو كل يوم مثلا. تفتكر ايه احسن شغلانه موجوده هنا مثلا في ايطاليا؟ المعمار. انت بتشتغل في ايه؟ انا في المعمار. يعني انت بتشتغل الشغلانه اللي انت عايز تشتغلها، ما تحبش مثلا تشتغل في النظافه في المخازن الحاجات دي؟ تبقى بتسيله تعمل بيتزا؟ انا بحب يعني اي شغل عمل موجود، احنا يعني هنا جايين هجره غير شرعيه لازم ندور على اي شغل واي حاجه بنشتغلها عادي. يعني انت بالنسبه لك اي شغلانه وخلاص؟ اي شغلانه عادي، المهم ان احنا ناكل ونشرب وندفع سكننا 200 يورو ومصاريف وسبيزه، لازم نشتغل ونسعى على اكل عيشنا. ايه الراتب اللي تحب تقبضه كل شهر؟ انا نفسي بصراحه مثلا اخد 3000 ونص 4000 جنيه عشان اعرف. انت ناوي تشتغل ايه، وزير؟ نفسي بس ما عرفتش.